المدرب المغربي الحسين عموتة، صانع الإنجازات العربية ورجل المهمات الصعبة، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. مساء الخير مريان، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم. كابتن حسين، اليوم توقعاتك رح تكون منطقية أم عاطفية؟ بدك تعطي كلمة للجمهور. البعض منها عاطفي والبعض على حسب. أنا مريان، يمكن التخوف اللي عندي هو عدم اكتمال المنتخبات، خاصة باللاعبين اللي هم موجودين في أوروبا أو اللي في منطقة الخليج. ربما هذا هو اللي غادي يعمل يعني الفرق. عاطفة مع مين؟ مع الأردن، المغرب، مع الأردن، مع المغرب طبعا، مع قطر طبعا. طبعا الأماكن اللي مريت فيها وعندي علاقة طيبة مع اللاعبين، بس طبعا ضمن حدود المنطق الكروي. نعم أكيد. طيب، والحوار اليوم رح يكون صريح أم دبلوماسي؟ الكل ناطر هذا الحوار. هو لا يعرف الحقيقة لأنه نحن تعودنا على حسين عموتة، رجل صادق جريء ما عنده لف ودوران بالملعب وخارج الملعب. هو صحيح. أنا أهم حاجة يعني في حياتي الكروية وفي علاقتي يعني لا مع المنتخبات ولا مع الأندية، هو أنني أتجنب أنني نكون أنا هو المخطئ. أنا كنحاول ولو أن نكون أنا الضحية، يمكن كنتقبلها بشكل كبير، ما عندي مشكل. لكن أنا يعني من المستحيل أنني أخطأ يعني في حق نادي أو منتخب. نعم. طيب، اليوم المغرب بقيادة المدرب الوطني طارق سكيتيوي مرشح كبير للفوز بكأس العرب، خاصة بعد الإنجاز القاري وكذلك برونزية الألعاب الأولمبية في باريس. كيف ترى حظوظ المغرب؟ طبعا حظوظ المغرب كبيرة، خاصة أنه منتعش مجموعة من الألقاب، للمشاركة الأولمبية، المنتخب المحلي، أقل من 21 سنة كأس العالم. واللي يمكن اللي غادي يزيد يدعم فرص الفوز هو تواجد مجموعة من اللاعبين المحترفين اللي كانوا بأوروبا وأصبحوا يعني ينشطون يعني في دول الخليج. منهم الحارس المحمدي اللي رجع كان في الدوري السعودي، سايس الكابتن القدير صاحب الخبرة اللي موجود مع نادي السد، ومجموعة من اللاعبين يعني أبطال آسيا والسوبر كوب ديال أبطال إفريقيا اللي هما وليد الكارتي، لاعبين يعني موجودين مع البيراميدز اكيد سيعززون، وبالتالي انا اظن حظوظ المنتخب يعني اوفر للفوز بهذه البطوله. على كل حال نسينا نبارك لك بالانجاز الكبير، فوز المنتخب المغربي بكاس العالم. الله يبارك فيكم. للشباب. الكره المغربيه في اوجها كابتن، وأنت بصمت على نجاح الكرة المغربية، ورئيس الاتحاد تحديدا السيد فوزي لقجع كلما تحدث عن هذا الأمر للإعلام إلا وذكر اسمك وربط اسمك بنهضة الكرة المغربية. برأيك ما هي عوامل هذه النجاحات المتتالية؟ هو الحمد لله أنه في الاتحاد المغربي يعني أعطينا واحد الأهمية كبيرة. أول حاجة تكوين المدربين. اليوم يمكن صبحنا يمكن أول بلد يمكن عربي خاصة وإفريقيا بالخصوص أنه فاتحين مجال التدريب يعني والتكوين جميع يعني الدبلومات من الدي سي البي الاي البرو، وبالتالي التكوين عندنا احنا مستمر، وبالتالي يعني فيه تبادل الخبرات، فيه يعني استدعاء مجموعة من الخبراء العالميين الإفريقيين والعالميين يعني للمساهمة في تكوين يعني المدربين. بس اسمك دائم موجود الحمد لله. وأنا من الناس يعني النشيطين اللي حطوا الأساس. انا من الناس النشيطين يعني اشتغل يعني لان عندي انا دبلوم ديال اليت انستركتور كاف، وبالتالي انا تنساهم يعني في تكوين المدربين. طبعا هناك انتعاشه الاتحاد وخاصه يعني رئيس الاتحاد اللي هو فوزي لقجع، حتى هو يعني من الناس اللي هم اول حاجه مولوعين بكره القدم، اول حاجه لانه هو شغوف كره القدم، وبالتالي العطاء دائما تيكون يعني اكبر. المهم مريان هو انه تقريبا هذه الانجازات اللي ديال الكره المغربيه كلها جاءت عن طريق او تواجد مدربين مغاربه، وهذا بالنسبه لنا احنا شيء جيد. نعم، فخر وطن. نعم. طيب كابتن، 14 منتخب سيخوضون الملحق التأهيلي، مباريات الملحق التمهيدي، ولكن 7 فقط على مسؤوليتك ستتأهل إلى النهائيات. بين سوريا وجنوب السودان من يواصل ومن يغادر؟ نتوقع سوريا. بين فلسطين وليبيا المتطورة جدا. مباراة صعبة جدا، لكن أنا أتوقع يعني بعد التعاقد مع اليو سي سي تنظن ليبيا أصبحت يعني معاملة صعبة. ليبيا؟ نعم ليبيا.
ليبيا تواصل وفلسطين تغادر. بين عمان والصومال. عمان. عمان. بين جزر القمر واليمن الذي أيضا يعني الكرة اليمنية تطورت عبر السنوات. اليمن. بين موريتانيا والكويت. هذه مباراة صعبة جدا جدا، لأنه الكويت صراحة قام كأس الخليج يعني السابقة ممتازة جدا، ظهور حضور، تأهل إلى كأس آسيا. كأس آسيا، إقصائيات كأس العالم كان عملة صعبة أمام منتخبات كبيرة. موريتانيا قوي، أنا أتوقع موريتانيا. بين البحرين وجيبوتي. البحرين. بين لبنان والسودان. هذه مباراة صعبة، لكن أنا أتوقع السودان. من اخترت؟ السودان. نعم. طيب، هذه هي المجموعات الأربع. بدك نواصل التوقعات ولا ناخذ بريك صغيرة؟ ما عندي مشكلة، أنا طيب. جاهز. بالحديث دائما عن المنتخب أو بالأحرى عن الكرة المغربية، أشرفت على عديد من الأندية في المغرب، ولكن المشهد حاليا في المملكة متباين بين الأندية والمنتخبات. منتخبات تتألق عالميا وأندية تبحث عن الاستقرار. لماذا؟ هو طبعا بالنسبة للمنتخباتنا دائما ما نجد هناك مزيج من اللاعبين اللي هم محليين، اللي هم يعني تكونوا يعني او يعني مصدرهم من الانديه المغربيه، وخاصه يعني اكاديميه محمد السادس التي يعني صراحه تجتهد بشكل كبير، ومجموعه من الانديه. وهناك خليط يعني الموجود باوروبا، هذه من الجاليه المغربيه اللي هي عندها واحد القاعده يعني موسعه، وبالتالي هذا الخليط اعطانا منتخبات قويه، اضافه الى يعني المسانده او ربما الاستثمار اللي عمله الاتحاد المغربي. الانديه اليوم يعني ما طورش نفسها من الناحيه الماديه، وبالتالي مع نهايه كل موسم مجموعه من اللاعبين المميزين تيغادروا الدوريات يعني على الاقل عربيه، خليجيه او اوروبيه، وبالتالي الانديه اصبحت يعني في المسابقات يعني القاريه اضعف بعض الشيء. نعم. جاهز كابتن؟ نعم. اوكي. بين قطر، تونس وصيفه النسخه الماضيه، سوريا وليبيا. اول هذه المجموعه. انا اتوقع تونس ثم قطر. تونس في الصدارة وقطر تتأهل في وصافة هذه المجموعة. الآن بين المغرب، السعودية، عمان واليمن. لا، المغرب ثم السعودية، نتركه مثل ما هو الترتيب. نعم. إذن أسود الأطلس في الصدارة والأخضر السعودي في وصافة هذه المجموعة. مصر، الأردن منتخبك السابق، ومن ثم الكويت وموريتانيا. أصعب مجموعة. أصعب مجموعة. أصعب على مصر ولا أصعب على منتخبات عرب آسيا؟ يعني الأردن يعني ستكون المهمة ديالته صعبة، لأنه مجموعة من اللاعبين المميزين، خاصة يعني موسى لن يكون حاضر لأنه باعتبار أنه موجود في أوروبا. بعض اللاعبين عامل درسك كوتش. نعم. محضر درسك منيح. محضر لأنه عارف. وبالتالي أنا حتى في المقدمة قلت على أنه بعض المنتخب إذا ما كانتش مكتملة، لانه هنا الفرق تتعمل بعض المرات في تواجد لاعبين او 3 أو 4 لاعبين غيعملوا لك الفرق. نعم. طيب، اول هالمجموعه بنحط الاردن. انا اظن مصر ممكن نقول مصر باعتبار انه كوكتيل من اللاعبين اللي عندهم خبره وموجودين يعني في دول الخارج. طيب، الوصافه متردد كابتن؟ صعبه، مجموعه صعبه بقياده جمال السلامي رفيق صديقي. نعم طبعا. المنتخب اللي وصلت معه لنهائي كأس آسيا، ومنتخب الأردن المنتشي بالتأهل إلى كأس العالم. نحط الأردن ولو أنه صعبة لأن الإمارات فريق اللي هو جيد بعد، وموريتانيا بعد جيدين، عندهم منتخب قوي. طيب، بنقول الوصافة بالعاطفة هالمرة حتختارها؟ مصر. يعني بتعطي الأردن الوصافة. نعم. ولكن نعم. بعاطفتي. نعم. إذن الأردن تتأهل في وصافة هذه المجموعة. بين الجزائر، العراق الأكثر تتويجاً في هذه البطولة، العراق الجريح، والبحرين ومنتخب السودان. أول وثاني هذه المجموعة. يمكن أنا نحط يعني الجزائر في الصدارة. نحط العراق في الصدارة ثم الجزائر. نعم، نحط العراق في الصدارة. الجزائر حملة اللقب مع مجيد بوقرة. نعم، حملة اللقب، لكن أنا أتوقع يعني العراق سيظهر يعني بمستوى جيد. أنا متوقع العراق، لأنه أنا متوقع ردة فعل العراق بعد يعني ما عاناه في هذه الإقصائيات. أنا أتوقع يعني ردة قوية. نعم. الأسد. نعم.
الأسد سيعود في كأس العرب، يتأهل في صدارة هذه المجموعة والجزائر وصيفة. نعم. طيب، ما زالك حطيت العراق بالوصافة، صحيح تلقيت عرض لتدريب المنتخب العراقي خلفا لكاساس؟ وإذا صحيح لماذا رفض عموتة هذا العرض؟ طبعا هو اول حاجه اولا كنت ملتزم بعقد يعني مع الجزيره، ولو انه الجزيره يعني اعطى الدور الاخضر، لكن كان صعب انني ندخل في واحد المنافسه يعني في اخر المنافسه، لانه كنت غندخل على مباراتين امام كوريا والاردن. طبعا يعني كنت متخوف من الامور الفنيه، او ربما اذا صح التعبير من الاجواء الاداريه او المشاكل الاداريه التي تخيم حاليا او منذ سنين على الكره العراقيه. نعم صح، كان هناك ضغط كبير وكلام كثير يعني من الجماهير ديال سواء جماهير الاردن، جماهير ديال العراق، الاعلام العراقي، وبالتالي تخوفي هو انني يعني التوقعات انني ما تكونش عندي ذيك اللمسه اللي هي مهمه، لانه كنت محتاج وقت اكثر، وبالتالي انا رفضت انني العقد، ولو انه لي الشرف الكبير، وانا كنت كلمت يعني الكابتن اللي هو صديق ويعني واخ كبير اللي هو عدنان درجال، واعتذرت منه يعني رسميا، وانا لي الشرف دائما انني ادرب منتخب كبير مثل العراق. طيب كمان بنفس الفتره تقريبا قبل او بعد اذا ما خانتني الذاكره تلقيت عرضا لتدريب الادعم. نعم. بدلا من المدرب نعم. الحالي لوبيتي قبل اللجوء الى لوبيتيجي. نعم صحيح الاخبار ولا فقط صحيح. شائعات؟ لا صحيح. ما كنت حابب ترجع على بيتك؟ لا بالعكس، يعني تدريب المنتخب الثاني. لا بالعكس انا كنت دائما مرتاح يعني في قطر، يعني والكل تعرف لانه كنت هناك مرتاح، وتدريب يعني شرف كبير انني ندرب يعني المنتخب القطري، لكن انا كنت ملتزم بعقد، وانت عارفه على انني انا من الناس اللي كنحاول انني نحافظ على علاقتي مع يعني الادارات، واينما تواجدت دائما قبل الخروج ديالي اما تيبغي دائما يكون خروج هادئ وفيه احترام وكذا، وبالتالي كان من غير الممكن انني يعني نغادر الجزيره في واحد الوضع في نهايه الموسم، خاصه انه كانت امامنا واحد المباراه النهائيه نصف نهائي ديال كاس رئيس الدوله وكاس اديب، وبالتالي كان من الصعب عليا اني نغادر. ندمان؟ يعني كأس العالم ما بتلبق غير لحسين عموتة، متى سنرى حسين عموتة مدربا في كأس العالم؟ يعني ضاعت فرصة قبل نهائيات كأس العالم ب 2022 مع المغرب بدلا للركراكي ومع العراق ومع قطر، وغادرت الأردن. يعني ما بتلبق لغيرك كوتش. طبعا ندمان اي عرض اكثر شيء ندمان انك ما والله العروض كلها ممتازه، تدريب منتخب المغرب، العراق والقطر، هذه كلها يعني هذه تشريف بالنسبه لي. طبعا جات هناك ظروف، يعني الظروف هي اللي حالت دون تواجدي مع المنتخب، لكن شوف الحمد لله انا عندي واحد القناعه شخصيه على اساس انه احترام الظروف، احترام اول حاجه الاريحيه النفسيه، ان الواحد اذا ما كانش جاهز انه يدرب يكون عنده خاطره موسع ويكون عنده الحماس والانرجي على اساس انه يدخل في واحد المشروع حتى يعني يؤدي بشكل جيد، فالواحد من الاحسن انه يتجنب وينتظر الفرصه، وان شاء الله ستاتي الفرص ان شاء الله. نواصل التوقعات بين تونس والسعوديه، تونس بقياده سامي الطرابلسي والسعودية بقيادة أفضل لاعب بآسيا سالم الدوسري وثعلب إيرفي رونار، من يواصل ومن يغادر؟ أنا أعتقد تونس، لأنه ممكن السعودية أنها لن تشارك بالفريق الأول، أنا دائما عندي تخوف لأنه الموسم قبل موسمين ستشارك في الصف الأول، ولكن عانت في التصفيات، يعني تأهلت بشق الأنفس السعودية، تأهلت ولكن لم تكن مقنعة. بعدين سجل تونس رائع بالتصفيات، 28 نقطة وشباك نظيفة بتصفيات كأس العالم. أنا بس عم نشوف تونس. تونس الآن كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل بين مصر والجزائر، كلاسيكو إفريقي. نمشي لمصر. إذن مصر تتأهل إلى مربع الكبار لتضرب موعدا مع تونس، والجزائر حاملة اللقب تودع على مسؤوليتك كابتن. الآن قلبك انقسم هون، مغرب وقطر. صعبة. المغرب في مواجهة
المنتخب القطري المتأهل إلى كأس العالم. يعني طارق الجيل الذهبي للمنتخب المغربي والجيل الذهبي للمنتخب القطري، بين لوباتيجي الفكر الإسباني وبين طارق سكيتيوي الفكر المغربي. طبعا كان من المفروض أننا نتجنبوا يعني التورث. يمكن نمشي مع المنتخب المغربي. المغرب. إذا المغرب تتأهل إلى مربع الكبار، وقطر تودع من الدور الثاني. الآن بين العراق وبين منتخب الأردن، تكرار لمشهد آسيوي يعني خطف الأنظار وحبس الأنفاس، وكمان تواجهوا بالتصفيات إذا ماني غلطانة. نعم. كلاسيكو عرب آسيا. يمكن نمشي مع المنتخب العراقي. هو مريان، انا التخوف اللي عندي على الاردن يعني هو غياب مجموعه من اللاعبين اللي هم مؤثرين. انا عارف يعني من وراء توقعاتك من وراء توقعاتك للعراق ما بعرف، حسني قلبي انك رح تكون مدرب العراق بكأس العرب، عشان هيك عم بتوصلهم للمراحل المتقدمه. لا طبعا العراق. لا انا امشي مع العراق. اذا العراق إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المغرب، والأردن تودع. بالحديث عن الأردن، بماذا نصحت السلامي عندما تولى مهام التدريب، وكيف تلقيت خبر التأهل إلى المونديال؟ وهل السلامي مستمر مع الأردن في كأس العالم؟ رفيق دربك، الأخبار كلها عندك. طبعا جمال السلامي من المدربين المغاربة صراحة المحترمين جدا، وهو صديق وعزيز وأخ. طبعا تواجده يعني بالأردن ليس يعني بالصدفة، ولكن كان هناك يعني تخطيط لتواجد يعني جمال السلامي. وطبعا الحمد لله أنه نجح في يعني في التواجد في كأس العالم، وأهل يعني المنتخب. طبعا أنا مباشرة يعني هنأت للطاقم الفني وللاعبين. بس شو النصيحة بكلمتين هيك؟ انه يصبر خاصه الانتقادات. وانا كنت تكلمت معه يعني قبل ما يتولى يعني المهمه، احنا تكلمنا كانت عندنا واحد الجلسه في المغرب على اساس انه لازم يصبر، وهو عارف، هو فاهم، وانسان اللي هو ذكي، على اساس انه يتجنب وانه يركز على المجموعه. وهذا دائما يعني ما يهم، هو انك تحضن المجموعه وتحمي المجموعه من التاثيرات السلبيه الخارجيه. طيب ما جاوبتني، هل السلامي مستمر مع الأردن في كأس العالم؟ والله لا أدري، لكن أنا أظن يعني مستمر، باعتبار أنه يعني وجد الاستقرار، وجد التوليفة لأنه جميع الجماهير العربية والاتحادات العربية هل هي يعني دائما ضحية العاطفة؟ يوم المدرب بيكون بطل قومي، بين عشية وضحاها، واليوم الثاني بيصير هو المشكلة وسبب الأزمة. وأنا أعتقد أنه الإخوان في الأردن الاتحاد تظن أنهم أكثر من أذكياء، على أساس أنهم يحافظوا على المدرب اللي كان وراء التأهل. نعم. نواصل التوقعات كابتن بين تونس ومصر. مصر. إذا تونس تودع كأس العرب من الدور النصف النهائي، ومصر تتأهل للمشهد الختامي. الآن بين منتخب بلادك والمنتخب العراقي، شو رأيك بالمدرب الجديد الأسترالي أرنولد جراهام؟ أنت مع يكون للعراق مدرب وطني أو ربما عربي أو أجنبي؟ والله أنا دائما يعني ما أفضل يعني المدرب المحلي، لكن بعض المرات كتكون هناك ظروف، على اساس انه تجنب المدرب المحلي، باعتبار انه تكون الظرفيه صعبه وما تيكونش هناك اجماع. حتى بعض المرات يعني تقبل اللاعبين المحليين بعض المرات كيفضلوا انهم يكونوا مدرب ربما اجنبي او لا بعيد. لكن انا اظن الظروف اللي كيمر بها المنتخب العراقي يحتاج فقط للتاهل حتى يستعيد القوه ديالته. لانه بس هي تمنيات، أنا بدي توقعات كابتن. شوف بين العراق والمغرب. لا اكيد المغرب لانه اكثر استقرارا. وما ننساوش على انه في واحد النقطه جدا مهمه، انه العراق هو اللي خلى نفسه هو اللي ورط نفسه في هذه الورطه، لانه شو قصدك؟ انهزم من فلسطين في التصفيات، تعادل مع الكويت في البصره، وبالتالي اظن
الاوراق كلها بيده. إذا المغرب إلى نهائي كأس العرب لمواجهة المنتخب المصري. الآن فقرة الأسئلة القصيرة بكلمة كابتن، بكلمة كيف تصف شخصيتك كمدرب؟ شخصية حبوبة. دربت عديد الأندية، النادي الأقرب إلى قلب حسين عموتة؟ والله مجموعة من الأندية صراحة. هاي بكلمة. صعب. باس. الوداد أم السد؟ من ترك بصمة أكبر في مسيرتك الرياضية؟ السد. طارق اسكيتيوي أم جمال السلامي؟ من لديه فرصة أكبر بالفوز بكأس العرب؟ يمكن جمال السلامي بعلاقة مع المنتخب والتشكيل. نعم. بس هلا أنت فوزت طارق. أنا قلت طارق، ليش قلت جمال؟ الجمال. طارق لأنه منتخبه قوي. نعم. أفضل لاعب دربته بمسيرتك؟ يمكن شافي، راؤول، شافي. أفضل لاعب عربي بالوقت الحالي؟ يمكن حكيم يعقوب. نعم. أفضل مدرب عربي في الوقت الحالي؟ وليد القراقي، باعتبار أنه أحسن إنجاز بالنسبة للمدربين العرب هو اللي حقه يعني وليد. نعم. من يفوز بالكرة الإفريقية بين محمد صلاح وأشرف حكيمي؟ أشرف حكيمي. نعم. هل ظلم الاتحاد الإفريقي حكيمي وياسين بونو مسبقا في مسابقة؟ أكيد. نعم. هل كرة القدم كانت ظالمة أم عادلة مع الحسين عموتة؟ أنصفتك أم لا؟ الحمد لله أنا أموري طيبة. بعد كل هذه السنوات من العمل والسفر إلى بلدان مختلفة، ما هو الشيء الوحيد الذي لا يتغير في الحسين عموتة مهما تغير المكان؟ هو أنني نكون أول حاجة محترف في تعاملي، لا مع منتخب ولا مع نادي، وأنني لا أخطئ مع الناس. بكلمة كابتن، بكلمة اللعبة. ما اللحظة التي جعلتك تشعر بأن كل هذا التعب كان يستحق؟ الألقاب. غرفة الملعب أم أرضية الملعب؟ أين تصنع الانتصارات؟ على الملعب. المنتخب الوطني أم الأندية؟ أيهما يمنحك حرية أكبر بالعمل؟ المنتخب. خلفان إبراهيم أم أكرم عفيف؟ صعبة هذه. أكرم اليوم، هذا وقت أكرم، يعني هذا زمن أكرم، وخلفان إبراهيم كان يعني صراحة يعني مميز. جواب دبلوماسي. الآن كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل. الحلو بهالفينال أنه المدربين هن وطن يعني محليين، مدرب حلمي طولان والمدرب طارق. والحلو أنه ما شفنا عرب آسيا، مش الحلو يعني المحزن بالأحرى أنه أهلت منتخبين إفريقيين. مين سيفوز؟ أنا أتوقع المغرب. العاطفة وفيها قليل من العقلانية، لأنه الكرة المغربية منتشية، وهناك مجموعة للاعبين اللي موجودين في الدوري طموحهم أنهم ينتقلوا للخارج. مع بس المنتخب المصري سيلعب بمنتخب خاص. صحيح. يعني أصبح يلقب مش منتخب المحليين، منتخب كأس العرب. نعم. أنا أتوقع شوف بتواجد سايس، تواجد الحارس المحمدي اللي موجود اليوم يعني في الدوري المحلي، مجموعة من اللاعبين، الشيبي أحسن ظهير أظن في إفريقيا اللي موجود مع بيراميدز، وليد الكارتي، هذو أبطال آسيا، أبطال إفريقيا. يعني هناك مجموعة قوية عندنا المغرب. نعم. إذا المغرب تتوج بطلة لكأس العرب للمرة الثانية في تاريخها، ودائما على مسؤولية الكابتن حسين عموتة. مبروك للمغرب. كابتن، قبل ما نختم في فقرة سريعة كمان بكلمة أو كلمتين، لو أعطيتك ممحات أي لحظة من مسيرتك كمدرب بتمحيها بدون تردد؟ والله صعب. أنا استفدت من جميع بكلمة. صعب. لو أعطيتك آلة زمنية أي مباراة بترجع بتعيشها من جديد لتغير نتيجتها؟ يمكن المغرب الجزائر في ربع نهائي كأس العرب. أنا توقعتك تقول أردن قطر بنهائي كأس آسيا. على كل حال هيدا جوابك. لو أعطيتك عصا سحرية شو أول شيء بتغيره بالعالم العربي، الوطن العربي؟
الحروب؟ والله صحيح الحروب يمكن هي أسوأ شيء اللي موجودة، وهذه الحزازات اللي هي موجودة. ننصر فلسطين. نعم أكيد لازم طيب دائما وأبدا فلسطين. نعم. طيب آخر سؤال، لو أعطيتك بطاقة حمراء بوجه مين بترفع؟ لاعب، موقف، شخص، صديق، لاعب سابق، مدرب حالي؟ والله بالكرة لا، يمكن مناصرة لفلسطين نعطوها للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني. نعم. الكابتن حسين عموتة، يعني نورتنا بالاستوديو، شكرا جزيلا لقبولك الدعوة، نتمنى أن نراك مجددا مدربا، وأنا إذا حاب شوفك عم بتدرب بكأس العالم القادمة لأما بتلبق لغيرك. شكرا لك مريم. شكرا لك.